بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنعمل معاكم سلطه البطاطس الجميله دي. سهله جدا جدا وبسيطه، ما تاخدش معانا ابدا دقايق، يعني بسرعه بسرعه كده، ومش محتاجه تكلفه عاليه، يعني حاجات موجوده في البيت. هتعجبكم ان شاء الله. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف الاخبار ايه، ونشوف الطريقه والمقادير. يلا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أكلات ساجدة، أهلا وسهلا بيكم. اللي أول مرة يشوف قناتي يا ريت اشتراك ولايك. بقدم حاجات جميلة وخفيفة وفيديوهات سهلة وبسيطة. إن شاء الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل معاكم سلطة البطاطس جميلة جدا جدا، ويعني جميلة جنب المشويات، جنب السندوتشات، بتبقى حلوة قوي. فيديو بس بسيط كده وسهل قوي عشان ما نطولش عليكم. انا معايا حبايتين بطاطس صغيرين كده او حبايه وسط. انا مش هعمل كتير. وهنا معايا جزرايه بردك وسط. ثواني كده. معايا بطاطسايه وسط، او يعني على حسب حجم الاسره. سلقتها نص سلقه كده يا جماعه. وهنا بس جزرايه بردك وسط كده، سلقتها نص سلقه. ومعايا المفروض مثلا يبقى معانا بسله، فاصوليا هي موجوده بس في الفريزر، مش عارفه اطلعها بصراحه، جامده قوي. فاستخدمت البديل ليها بقدونس او شبت او كزبره. الموجوده عندكم هتبقى حلوه جدا. معايا كمان مايونيز هنا. انا عاملاه في البيت وعملته معاكم قبل كده اهو. ومعايا طبعا السكر ومعايا الخل، وان شاء الله نعملها مع بعض كده. نشوف كده اول خطوه ان شاء الله. بصوا يا جماعه، انا ما عنديش لبن، فانا عندي لبن بودر، فانا دوبته في ربع كوبايه ميه. فهنزل بيها، مش قبل ما انزل بيها هحط عليه معلقه سكر حلوه كده بالشكل ده. وهنزل بيه كده واكمل تقليب هنا في الطبق. وهنزل بمعلقتين مايونيز صغيرين كده او معلقه كبيره بالشكل ده. هحط سنه ملح، هحط معلقه زيت، ونقلبهم. وهنحط معلقه خل، نقلب كله، ونحط معلقه خل. بالشكل ده. انا بقول لكم فيديو بسيط وسهل وجميل وجنب سندوتشات تحفه. انا كنت هعمله ومش هصوره، فقلت اصوره معاكم. هنحط بقى، ننزل بالبطاطس، ننزل بالجزر. لو عندك اي خضار انت بتحبيه اسلقيه نص سلقه، بس هي بتبقى حلوه جدا مع الفاصوليا والجزر والبسله. استخدمي اي حاجه. انا هحط خضره، دي تشكيله خضره كانت عندي. هي دي كانت بقى السلطه بتاعتنا الجميله التحفه، اللي كل واحد سهله، يعني امرها بسيط ومش مكلفه وحاجات موجوده في البيت. ده كان الطبق بتاعنا النهارده، سلطه البطاطس بالخضار. يا ريت بقى ان شاء الله تعملوها وتردوا لي بقى في التعليقات وتقولي لي حلوه ولا ايه الاخبار. شوفي السكر بتاعها، انت حباها سكر زياده شويه، حطي نسبه الملح اعلى شويه، هي هتعجبكم جدا جدا. اقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنسوناش بقى في لايك ولا اشتراك في القناه عشان ينزل لكم مننا كل جديد. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله وامنه. مع السلامه احبابي، مع السلامه.